رجعت لقيته زي ما يكون بيجيب حاجة من تحت الكنبة. قلت له انت بتعمل ايه كده؟ قال لي مفاتيح وقعت وكنت بجيبها. بصراحة ما صدقتوش ولقيته بعدها. السلام عليكم، معاكم عبد الرحمن ابراهيم وده برنامج فضفضة، البرنامج اللي بتحكوا فيه مشاكلكم. لو عندك مشكلة او اي استفسار حابب تشاركها معانا هتلاقي لينك صراحة اول كومنت، ولو انت بتتفرج عليا من على تيك توك هتلاقي اللينك في البايو. يلا بينا نبدأ. مشكلة النهاردة بصراحة هسيب لكم انتوا الحكم فيها. واحدة بتحكي وبتقول انا مخطوبة من شهرين وخطيبي كويس جدا وعلى خلق، بس حصل منه موقف قفلني منه وبفكر اسيبه، وكنت عايز اخد رايكم اكمل ولا لا. من يومين جه عندنا، دخلت اعمل له عصير، رجعت لقيته زي ما يكون بيجيب حاجه من تحت الكنبه. قلت له انت بتعمل ايه كده؟ قال لي مفاتيح وقعت وكنت بجيبها. بصراحه ما صدقتوش ولقيته بعدها اداني محاضره عن النظافه وان بيحب يكون بيته نظيف وكده يعني. وبعد ما مشي من عندنا ببص تحت الكنبه لقيت قشره موزه مرميه. رحت اتصلت بيه وقلت له عيب لما تفتش ورانا عن نظافتنا واحنا انضف ناس. قال لي على فكره الموزه دي انا رميتها عندكم تحت الكنبه من 3 اسابيع، قفلت معاه واتخنقت من وقتها وانا عايز اسيبه، خايفه اندم اني ملاقيش حد متدين زيه. اكمل معاه ولا هيتعبني؟ بصوا انا زي ما قلت لكم كده هسيب لكم الحكم في الكومنتات، وصاحب المشكله يتابع الكومنتات عشان يعرف الدنيا فيها ايه. تمام. ولو عندك اي مشكله او اي استفسار حابب تشاركه معانا هتلاقي لينك صراحه في اول كومنت، ولو بتتابعني من على تيك توك هتلاقي اللينك في البايو.